لو سنك صغير ممكن ما تفهمش الإحساس ده. هو لسه موجود بس قل كتير جدا عن الأول. إحساس اللمة والدفى والناس اللي ما تتعوضش. زمان كان في طبلية أو سفرة واحدة الكل ملموم عليها. كنا بنستنى بعض، ما كانش في حد بياكل لوحده، واللقمة كانت تتبارك بضحكة صافية وكوباية شاي بتتعمل بحب بعد الأكل. دلوقتي كل واحد في أوضته ماسك موبايل. بقينا عايشين في بيت واحد بس كل واحد فينا في جزيرة لوحده. الدفا راح وبقى مكانه برود الشاشات. إحساس الأصحاب اللي بجد. زمان الصاحب كان ظهر، لو اتخانقت تلاقي 10 وراك من غير ما تندم. لو حزنت يفضلوا قاعدين معاك يهونوها عليك، مش بمعلش، لأ بفعل. لو عندك فرح بتلاقيهم من النجم عندك علشان يظبطوا معاك الدنيا. كنا بنلم بعض ونتجمع علشان نساعد بعض ونبقى في ظهر بعض. ما كانش في بينا مصلحة، كان في بينا جدعنة وأخوة وبس. دلوقتي الصاحب بقى رقم على موبايل، تعرفوا أخبار بعض من الستوري، بتباركوا لبعض بإيموجي، ولو وقعت في دقيقة تلاقي معظمهم مشغول أو ما بيجمعش. مفيش صاحب بيشيل صاحب، في صاحب بيصور صاحبه وهو بيقع. إحساس الجيرة الطيبة. زمان الجار كان أمان، لو بابك مفتوح جارك يحرسه بعينه. لو أمك طبخت تبعتك تودي طبق لجارتك، وجارتك ترجع الطبق في طبخها. كانت البيوت مفتوحة لبعض. كان لو عندك أي مناسبة تلاقيهم موجودين قبل أهلك. كانت الأصول هي اللي ماشية في الشارع. دلوقتي الجار بيبلطج على جاره، بنخاف من بعض وبنقفل على نفسنا بمية قفل. بقينا نسمي العزلة خصوصية ونسمي قلة الذوق حرية. الجار ملوش عند جاره غير الصباح، ده لو اتقابلوا صدفة على السلم أو في الشارع. إحساس صلة الرحم. زمان كان في التجمع بتاع بيت العيلة، يعني حضن الجدة اللي بريحته ما يتنسيش. كنا بنعرف أخبار بعض بالتفصيل، بنشيل شيلة بعض في الفرح والحزن. دلوقتي صلة الرحم بقت رسالة جمعة مباركة بتتبعت للكل مرة واحدة. العيلة بقت تتجمع في المناسبات الرسمية بس علشان يتصوروا ويوروا الناس إنهم كويسين. القلوب بعدت والزيارات تقلت والرحم مبقاش يوصل غير بالرنات. إحساس الرجولة والأصول. أما الرجولة دي فكانت مذهب، ما كانتش بالصوت العالي ولا بالعضلات. الرجولة كانت إنك تشيل الشيلة وإنت ساكت. كانت في الكلمة اللي تطلع من بقك أغلى من أي عقد ممضي. الأصول هي إنك تحترم الكبير وتطبطب على الصغير، إنك تستر على الناس وتغض بصرك عن اللي مش ليك، إنك تحمي بنت منطقتك والغريب بيكون في بلدك سلطان. الرجولة كانت فعل مش كلام ولا منظر على الفاضي. في آخر كلامي دي نصيحة من واحد عاش الأصل وشاف التقليد. الدنيا اللي انت غرقان فيها بموبايلك دي وهم، والونس الحقيقي مش في عدد الناس اللي بتتابعك، الونس في ايد الناس اللي بتطبطب عليك وانت مطفي. نصيحتي ليك اشبع من الناس اللي بتحبهم بجد. سيب الموبايل وانزل اقعد تحت رجل ابوك وامك. دور على صاحبك اللي ملوش عندك مصلحة، قول له وحشتني. خبط على جارك وهاتله معاك لقمة ورجع كلمتك تبقى عهد. ما تخليش التكنولوجيا تحولك لروبوت عايش لوحده. عيش بني آدم. الحب اللي بجد ملوش فلتر، والأصول ما بتحتاجش برواز. ارجع للأصل قبل ما الزمن يسرقك وتكتشف في الآخر إنك كنت عايش في صورة.